خناثة بن نونة أبصرت النور بفاس في 24 شتنبر عام 1940 لأسرة محافظة مناضلة، واشتغلت بالتدريس، ثم عينت في عام 1968 مديرة بالتعليم الثانوي بالدار البيضاء. رفضت خناثة أن تكون نموذجا للمرأة المغربية، وقالت: قضيتي ليست قضية التحدي وإثبات الذات، أنا امرأة عادية صادقة في اختياراتي، متبنية قضايا وطني وهذه الأمة. في حديثها عن هدفها من الكتابة تقول خناثة: أنا أنتمي للكتابة من أجل تبرير الوجود على الصعيد الذاتي والمساهمة في تغيير الواقع على المستوى الموضوعي. مسارها الإبداعي الطويل جد حافل، حيث كتبت أكثر من 10 روايات ومجموعات قصصية متحررة من الجسد والأنوثة، ومسكونة بقضايا الأمة حاضرها ومستقبلها. أبرزها مجلة ثقافية نسائية بعنوان شروق، ليسقط الصمت، النار والاختيار. نالت خناثة بن نونة تكريم جهات أدبية وأكاديمية، وحصلت على جوائز متنوعة كجائزة الكتاب المغربي وجائزة القدس في الأدب لعام 2013. بنيت مدرسة في غزة، لما حفظوا لهم الدور وشريت لهم الكرفانات، لما تمكنت أيضا صلحت لهم البيوت الدور. وحينما كنت أسمع السيدة ربة البيت يعطوني صورتها، صورة البيت كيف كانت ثم كيف أصبحت، والراية المغربية محفورة في الجدار، فهمتي؟ والسيدة تدعو لي، أبكي شكرا لله أنني فعلت هذا. ودائما شيء وحدة لوالدي وحدة لوالدتي، وحدة لوالدي. اشتريت لهم آلة دياليز عن طريق بيت مال القدس، شرح لي المرحوم الدكتور العلوي المدغري، الذي حينما ذهبت لأدفع له الثمن صار بشرط أن تشترى من ألمانيا حتى لا تشترى من الصين. وكذلك وصلت وحصلت على التوصيل بوصولها إلى غزة، فهمتي؟ وبعد ذلك مشاريع متعددة أنا أستحضرها كلها، وأخيرا زراعة الزيتون. طبعا نحن بنشكر الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والبدعم من الأديبة المغربية خناثة بن نونة على المساهمة في هذا المشروع في تشجير أشجار الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات الإسرائيلية. فلسطيني البطل، أيتها القلة القليلة من رجال في هذه الأمة بلا رجال، أيها الشجعان، أيها الأبطال، أحييكم وأعاهدكم أن أظل كما عاهدت منذ أكثر من 40 سنة أن لن أبيعكم ولن أبيع قلمي وكل ما أملك للدفاع عن هذه الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي عندي لا تحد لا بحدود صغيرة جغرافية وتاريخية، وإنما تمتد من بحر الظلمات إلى خليج الحقارات للأسف. لهذا أنا أجدد العهد وأجدد الوفاء حتى ألقى الله، ولعل الأحداث الأخيرة ستأخذني إلى الله، لأنني لم أعد أتحمل إلا أن أكون في الصفوف الأمامية للمعركة لأموت شهيدة هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.